النهارده هنعمل مع بعض العيش المصري بطريقة حلوة جدًا وسهلة ومش هتتعبِك أبدًا، وكمان هنعملها بدقيق التومين زي ما أنتِ شايفة. اللهم بارك الرغيف طالع حلو جدًا ولونه جميل وطعمه حلو جدًا، جدًا. لو أول مرة تشوفيني على القناة أنا مروة عبد الغني، كملي معايا الفيديو للنهاية علشان تستفيدي. في البداية كده معايا كيلو ونص من الدقيق، الدقيق ده دقيق تومين، عليه معلقة من الملح وكمان معلقتين من السكر، ومعانا كمان معلقة ونص من الخميرة الفورية، ومعانا معلقتين من الخل. والخل هنا مهم جدا في أي مخبوزات، لازم تحطي معلقتين من الخل، بيديكي طراوة وبيبقى حلو جدا جدا. بعد كده هنبتدي ان احنا نقلب المكونات الجافة مع بعض ونجيب معانا المية. في البداية كده هنحط كوبايتين بس من المية، والكوباية التالتة هنركنها لحد ما نشوف الدقيق بتاعنا محتاج مية ولا لأ. مبدئيا كده الدقيق البلدي او دقيق التومين بيحبوا ميه كتيره جدا لحد ما نعمل له عرق ويبقى حلو معانا، فبياخد معانا كميه كبيره من الميه. يعني انا لحد كده خد معايا 3 كوبايات من الميه. الكوبايات دي اللي هي الكوبايات بتاعه الشاي، المج اللي هو سعته 250 ملي. هنبتدي ان احنا نعجن زي ما انتم شايفين كده. اخد معانا الكوبايه الرابعه ولسه احنا بنبتدي نعجن على الناشف. انا ما بحطش الميه كلها مره واحده، احنا بننزل بيها تدريجيا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واهم حاجه ان انت تفضلي تعجني فيه كده. اخد معانا 5 كوبايات لحد المرحله دي. هنبتدي ان احنا نملك فيه وناخد وندي فيه ونطلع كل الطاقه السلبيه اللي موجوده جوانا لحد ما يوصل للقوام ده، عامل زي اللبانه كده بيتمطمط. هنجيب معلقتين من الزيت ونبدا ان احنا نبتدي نعجن كويس جدا تاني لحد ما يطرى اكتر معانا. واهميه الزيت في الخطوه دي ان بيديني اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه في البدايه، وكمان بيخلي الرغيف ينتفخ من جوه وبيسهل معانا اللف بتاعه، وكمان بنلم بيه الطبق بتاع الخبيز. خلاص كده احنا هنعمل الكمية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، هي كمية مش قليلة، هيطلع معايا كمية حلوة جدا زي ما انتوا هتشوفوا. اهم حاجة ندي للدقيق حقه في العجن كويس جدا لحد ما تلاقي ان الدقيق بتاعك خلاص القوام بتاعه بقى حلو بس مش بيلزق بايديكي. هتجيبي ايدك اللي مش شغالة بيها الايد الشمال وتشوفي كده ما لزقش معاكي ولا حاجة. هنجيب معانا هنا فوطة من بتاعة المطبخ، وبعد كده هنغطي بيها العجينة بتاعتنا لمدة ساعة زي ما انت شايفة. اللهم بارك، مع ان الجو لسه مبقيش حر بس اختمرت معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، اختمرت 100%. بعد كده معايا النخالة بتاعت الدقيق او الردة او حسب ما بتسموها، وانا هرشها كده على الرخامة بتاعتي علشان هقطع عليها. وبعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا بعد ما بقى خبيز ممتاز وجميل جدا بالشكل ده، هنقطع حته صغيره من العجينه ونبتدي ان احنا نجيب طبق نحط فيه ميه، وبايدينا الشمال نحط الميه وبايدينا اليمين نقطع الرغيف ونحطه على الرده او النخاله اللي موجوده الناحيه التانيه. هنعمل كل الكميه بتاعتنا بنفس الطريقه دي. انت بتقطعي الرغيف وبتدوريه بايديكي زي ما انت شايفه كده. اللي مش هتعرف تعمل الحركه دي ممكن تقطع بالقطاعة، يعني تحطها على الرخامة وتقطعها بالسكينة وهتبقى معاها كويسة جدا. بس الطريقة دي حلوة جدا، بتخلي الرغيف يبقى مدور كده معاكي، وكمان بتحسي بالملمس بتاعه بيبقى حلو. لاني انا من عشاق الخبيز فبحب فيه حاجات وتركات معينة بحب اعملها بتطلع زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك طلعت معانا 16 حباية، بس القطع بتاعتنا كبيرة مش وسط. يعني الدقيق فيها تلاقي عندك 3 ترغيفة صغيرة والباقي كله كبير وفي وسط. يعني انا قطعت كذا شكل لاني كل الطلبات عندي كده كل واحد بيحب شكل الرغيف بشكل معين يعني. فانا كده هبدأ معاكم اول رغيف، والرغيف ده طبعا يعني وسط مش كبير زي التانيين. هنبتدي بقى هنجيبه على الصاجة بتاعة الفرن الصغيرة وهحط عليها الرغيف، وبعد كده ادخلها على الفرن الغاز النهارده. في البدايه كده زي ما انتم شايفين بمجرد ما بيشوف بس بيشم النار بيبتدي ينتفخ. انا هقعد معاكم في الفتره دي لحد الرغيف كله ما ينتفخ زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. طبعا العيش كله الحمد لله رب العالمين طالع منتفخ بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الرغيف مش بياخد معانا في الفرن اكتر من 5 دقايق. يعني انا حطيت واحد وكمان حطيت وراه واحد تاني، لسه التاني لسه حطاه، فبيبتدي ان هو زي ما انتم شايفين كده من الجناب بيبتدي ان هو ينتفخ معانا. ده رغيف كبير حلو بتاكليه مشبع، حاجه من ايدك نظيفه جدا بصرف النظر عن اللي بنشتريه من بره. يعني الرغيف ده اصغر رغيف انا عملته النهارده يعتبر ب3 ترغيفه من اللي احنا بنشتريه من بره.
وما كلفناش اي حاجه، لان احنا موجود عندنا دقيق التومين. فبتعمليه مش هتحتاجي حتى دقيق زيرو من بره، لان الكيلو اصبح ب 30 جنيه. فاحنا هنعمل بدقيق التومين. وزي ما انت شايفه، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، زي ما انتم شايفين الرغيف كبير وجميل وريحته. وانا عملت بيه مع حضراتكم حلقه الفلافل قبل كده. في اللحظه دي انا بقول لكم عايزين لايك 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 على العيش الجميل ده ولونه الحلو، وكمان من جوه في لبه كده وجميل جدا. اتمنى ان كلكم تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات رايكم في العيش المصري الجميل ده. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير.